السلام عليكم. ليه تحطي لنفسك هدف أو تكتبي أهدافك؟ ما هي كل الناس عايشة عادي، وإيه اللي هيفرق يعني؟ وهي دي النقطة الأساسية. اللي هيفرق إنك هتكوني مختلفة ومركزة، وهتبقي مش زي كل الناس. حلقة النهاردة عن الهدف، إزاي يبقى عندك هدف ورؤية لنفسك، وإزاي تحطي هدف وتحققيه. يلا بينا نبدأ. الهدف هو إنك تعملي مهام معينة وتستمر عليها لمدة محددة، والنتيجة هي تحقيق الهدف. وزي ما في ناس عايشة عادي زي ما تيجي، في ناس تانية عندها أهداف لكن الحقيقة مش بتسعى وبتبذل مجهود كافي علشان تحققها. وفي ناس تالتة عندها أهداف معينة وبتنجزها وبتحققها، وكل يوم في تطور أكتر من اللي قبله. وهي دي الناس المنجزة. الناس في تحقيق أهدافها 3 أنواع: في النوع الهاوي والنوع المتوتر والنوع المنجز. النوع الهاوي هو اللي بيبدأ في هدف معين ويفضل شغال عليه، وأول ما تقابله مشكلة يقول هو أصلا ده ما كانش هدفي، أنا كنت بجرب، ويرجع يجرب هدف تاني، وفعلا يبدأ هدف تاني، وأول مشكلة تقابله نفس الكلام ينسحب، ويفضل على النظام ده على طول وما يوصلش لأي هدف هو عايزه، لأنه من الأول مش محدد هو عايز ايه، وفي الآخر مش بيحقق أي أهداف منها. أما النوع التاني هو النوع المتوتر، والنوع ده من الناس بتبدأ الهدف بتاعها عادي جدا، مع أول مشكلة تقابلها تتوتر جامد جدا، بتحل المشكلة لكن بتفضل تاكل في نفسها وتزق نفسها علشان تكمل، وفعلا بترجع وتكمل وتشتغل على هدفها. يحصل مشكلة تانية تقف وتتوتر، تفضل تاكل في نفسها تدور على حل للمشكلة لكن بتوتر وقلق، وترجع تكمل تاني هدفها لكن بتكمله برضو بتوتر. الناس دي بتبقى مثابرة وفعلا بتوصل للآخر في هدفها، لكن بيكونوا استهلكوا كتير جدا من طاقتهم النفسية، لأن السمة عندها هي التوتر والقلق. أما النوع الثالث وهو النوع المنجز، اللي بينجز وشغال على أي حاجة قدامه. النوع ده بتبقى عارفة كويس وعندها وعي أن في طريق تحقيق أي هدف لازم هيبقى فيه مشاكل، علشان كده بيبقى عندهم استعداد نفسي وعارفين هيحلوها ازاي، فبيبدأ هدفه، وأول ما تيجي مشكلة وتوقفه هو بيقف بيشوف ايه هي مشكلته بالظبط، يا اما بيحتاج فترة راحة ويرجع ويشوف الدوافع بتاعته، ويشوف هو ليه عاوز يحقق الهدف ده بالذات، ويرجع يشحن طاقته ويشوف حل لمشكلته ويكمل تاني. فالنوع ده بينجز في وقت أقل وبعقلية مفتوحة ومش بيستهلك من طاقته كتير، وهو ده النوع الثالث اللي طبعا كلنا نفسنا نوصله. وأول طريق لتحقيق الهدف وإنك تكوني من النوع المنجز هو إنك تكتبي هدفك بوضوح. لما تكتبي هدفك بوضوح ده هيساعدك أول حاجة إنك تتحملي المسؤولية. لما تحطي هدف معين فانت كده بتلزمي نفسك إنك تحققيه، يعني مثلا لما تقولي هقرا 10 صفحات من كتاب معين فانت ألزمتي نفسك بالعمل ده. تاني حاجة التشجيع المستمر. كتابة الهدف وربطها بوقت معين بتشجعك إنك تكملي وتنجزي، وبتبعدك عن الكسل والتسويف، خصوصا لما تقريها وتكتبيها كل يوم هتشجعك على الاستمرار وإنك تتحركي علشان تحققي هدفك. تالت حاجة كتابة الهدف بتقلل التشتت وتزود التركيز. التشتت دلوقتي مفيش أسهل منه، مسك التليفون بس ممكن تضيع فيها ساعتين، ولو سبتي نفسك من غير هدف وتخطيط هتفضلي تايهة ومشتتة وكل شوية بهدف جديد. رابع حاجة كتابة الهدف هتساعدك على التحسن والتطور الدايم في شخصيتك، ووضع هدف ليك عموما هيطور في شخصيتك، ولما تحققي هدف وتخلصيه ده هيشجعك تحطي هدف تاني، فكل يوم هتلاقي نفسك أحسن من اليوم اللي قبله. خامس حاجة تحديد وكتابة الهدف هتحسسك بسعادة ورضا. لما تربطي نفسك بهدف معين بتسعي ليه كل يوم وتشوفي نفسك شغالة عليه، ده هيزود إحساسك بالسعادة والرضا عن نفسك إنك شغالة وبتبذلي مجهود، فده هيخليكي سعيدة وراضية عن نفسك. ومن الآخر كده قدامك طريقين: طريق إن يكون عندك هدف واضح ورؤية محددة لنفسك وخطة ماشية عليها، فده هيزود ثقتك بنفسك وعمرك مش هيضيع على الفاضي، لأنك عارفة ومحددة طريقك وماشية عليه وبتحققيه، ومن إنجاز لإنجاز، وكل يوم بتتطوري وبتغيري نفسك للأحسن. لو ما عملتيش كده بمنتهى البساطة والسهولة هتقع في فخ الطريق التاني، طريق التشتت والقلق وعدم الرضا عن النفس، وكل ما تكبري شوية هتحسي بندم على سنين فاتت ما عملتيش فيها حاجة أو ما حققتيش فيها اللي انت عايزاه، فهتفضلي في دايرة الندم والإحباط وكل المشاكل النفسية مع ضياع أجمل سنين العمر. فصاحب الهدف دايما بيتنقل من فرصة لفرصة ومن نجاح لنجاح،
واللي ما عندوش هدف بيتنقل من مشكلة لمشكلة ويبقى مليان أعذار. دلوقتي نيجي لأهم جزء، ازاي تكتبي هدفك وتحققيه. علشان تكتبي هدفك لازم يبقى فيه 5 صفات. أول حاجة يكون محدد، قابل للقياس، يمكن تحقيقه، ذي صلة، ومحدد بمدة معينة. يعني ايه الكلام ده؟ أول حاجة ان يكون محدد، هتحددي التاريخ اللي هتبتدي فيه والتاريخ اللي هتنتهي فيه، وكمان تحددي الوقت اللي هتشتغلي فيه سواء كان الصبح أو بالليل، وأيا كانت طبيعتك، سواء كنت بتحبي تشتغلي الصبح أو تسهري تشتغلي بالليل. ابدأي هدفك دلوقتي، مش لازم تغيري صبح أو ليل في الوقت الحالي، المهم تبدأي هدفك. لما تربطي نفسك بالهدف، الهدف هو اللي هيصحيكي من النوم علشان تقومي تعمليه. فبعدي خالص عن صراع هصحى الصبح ولا هسهر بالليل، خليكي زي ما انتي وابدأي هدفك. تاني حاجة ان يكون الهدف قابل للقياس. يعني ايه؟ يعني تحددي الكمية بالظبط اللي انتي هتعمليها يوميا علشان توصلي لهدفك. يعني مثلا عايزة تحفظي جزء من القرآن في شهر، فانتي هتحددي يا اما صفحة واحدة يوميا او صفحتين علشان توصلي لهدفك، فانتي هتحددي الجزء بالظبط اللي هتحفظيه. وفي البداية ما تزوديش على نفسك، المهم الاستمرار. وده هيوصلنا لتالت صفة، ان هو يمكن تحقيقه. يعني يكون هدف واقعي بالنسبة للوقت. يعني مثلا مش تقولي عايزة أحفظ القرآن كله في شهرين أو أخلص قراءة 10 كتب في الشهر، كده الكمية كبيرة جدا ومش منطقية. انتي ممكن تتحمسي أول كام يوم وتعملي كمية فعلا كتيرة، لكن لا يمكن هتقدري تكملي لأنه من الأول مش واقعي. تالت صفة إن يكون ذي صلة، يكون الهدف مناسب لطبيعتك والحاجة اللي انتي بتحبيها. خامس صفة يكون محدد بمدة معينة، يعني تحطي التاريخ اللي انتي هتبتدي فيه وتحطي الوقت اللي انتي هتشتغلي فيه، وهو ده الهدف عموما. المهم في كل ده انك تكتسبي صفة الاستمرارية، قليل دائم خير من كثير منقطع. والاستمرارية مش هتيجي غير لما يكون انتي بتسعي لحاجة انتي بتحبيها وعايزاها فعلا. الهدف ده هو ايه بالنسبة لك؟ هيفرق ايه معاكي لو حققتيه؟ علشان كده ركزي واستمري وكملي هدفك للآخر. واعرفي كويس جدا ان وانت في طريقك لتحقيق هدفك هتقابلي مشاكل، ده طبيعي جدا وكل الناس بتقابل مشاكل، فالمشاكل دي هتقفي وتحليها وبعدها تكملي. وعموما من قبل ما تبدأي لازم تتخلصي من المشاكل اللي عندك. الحلقة اللي فاتت مهمة جدا، هسيبلك اللينك في صندوق الوصف، بتحل المشاكل دي وفي نفس الوقت بتحطي طريق واضح تمشي عليه. ابدأي على طول وارمي نفسك على الشغل، ما تستنيش وقت معين او انك تشتري حاجة معينة علشان تبتدي. ابتدي بامكانياتك ومؤهلاتك الموجودة دلوقتي وبعدها تطوري من نفسك. واهم حاجة هتخليكي تستمري هي الاسباب اللي عايزة تعملي الهدف ده. ودلوقتي هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا هدفك دلوقتي وقسميه. هاتي دفتر ليكي وهيكون ده دفتر الهدف بتاعك، واول حاجة هتكتبيها هي رؤيتك لنفسك. بعد 5 سنين من دلوقتي عايزة تكوني وصلت لفين. وفي الصفحة التانية هنقسمها لجزئين. الجزء الأول الهدف بتاعك هتكتبيه بوضوح انت عايزة تكوني ايه، ومن تحت والحاجة اللي هتخليكي تستمري هي انك هتكتبي أسبابك ليه عاوزة تحققي الهدف ده بالذات، وهتكتبي أسبابك. وكل ما تحس بإحباط هترجعوا تقري الأسباب دي. ومن أهم الأسباب اللي انت هتثبتيها انك تحققي الهدف ده ان عمرك ما يضيعش على الفاضي، وعلشان لما يعدي الوقت ما تقعيش في فخ الندم. وفي الصفحة التانية هتكتبي خطوات تحقيق الهدف، وهي المهام الأسبوعية اللي انت هتمشي عليها علشان تحققي هدفك، وهتقسميها على أيام الأسبوع. كمثال عن هدفي أنا، هدفي إن أعمل 4 حلقات شهريا، فكده الخطة الأسبوعية بتاعتي إن أعمل حلقة في الأسبوع. الحلقة هقسمها على عدد الأيام، يوم كتابة، يوم لتسجيل الصوت، و3 أيام لتجهيز الفيديو والمونتاج، لأن دي أكتر حاجة بتاخد وقت. كده أنا قسمتها لمهام يومية. بعدها هتحددي الساعة بالظبط اللي هتشتغلي فيها، يعني مثلا بشتغل من 6 الصبح ل 11، هو ده ميعاد شغلي اللي هعمل فيه المهمة بتاعتي. وبكده أنا قسمت المهام بتاعتي من هدف كبير لخطة أسبوعية لمهام يومية لساعة محددة بشتغل فيها. مش ناقص غير إني أستمر إن شاء الله. التنظيم ده ساعدني كتير جدا، أتمنى كمان إنه يساعدكم، لأن ده مثال عملي ليكم إن شاء الله هيساعدكم وهيجيب نتيجة كويسة جدا. الهدف، حطي خطة أسبوعية، حطي مهام يومية، حطي ميعاد معين تشتغلي فيه، واستمري على كده يوميا، وبإذن الله هتحققي هدفك. وأخيرا ادعميني بلايك وشير واشتركي في القناة. شكرا لكم.